هلو كونيتشوا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا خلود. لو اول مره تشوفوني، حد مهتم بالرسم، الثقافه اليابانيه والكيبوب وباي حاجه لها علاقه بديزني او كرتون عموما. بيجيلي مسجات كتير على دي ام او الانستجرام او الفيسبوك بيسالوني عن الرسم الديجيتال وازاي اتعلمت الرسم الديجيتال، واسئله مهوله لا تعد ولا تحصى. فقررت اجاوب على كل ده، وقررت ان انا اساعدكم عشان كان نفسي من زمان وانا بتعلم الاقي حد عامل فيديو يقولي ابدا منين او اعمل ايه او اروح فين بصراحه، عشان ما كنتش لاقيه ده. طيب أنا هنا عشان أساعدكم بده. والحقيقة إن أنا ما خدتش كورسات أبدا، كل حاجة اتعلمتها لوحدي في البيت. فلو انتوا ناس مهتمة بالرسم الديجيتال فالفيديو ده ليكم. أول حاجة، يعني ايه الرسم الديجيتال؟ الرسم التراديشنال والرسم الديجيتال ما يفرقوش عن بعض كتير قوي. انت بدل ما بتستخدم الورقة في انك ترسم، لأ، انت بترسم على الكمبيوتر او اللابتوب او الايباد او التابلت او التليفون كمان. عشان في ناس سألتني هل ينفع ان انا اتعلم الرسم الديجيتال على التليفون؟ ايوه، وبشوف ناس كتير مطلعه نتائج تحفه من على التليفون. الفكرة في الرسام نفسه، الفكرة مش في الأداة اللي بيستخدمها. فما تستنوش انكم تجيبوا جهاز معين او تجيبوا حاجة معينة تبدأوا من عليها وتعطلوا نفسكم. لا، ابدأوا من على التليفون عادي. ابدأوا. بمناسبة الأجهزة اللي نقدر نستخدمها في الرسم الديجيتال، فأنا عايزة أقول لكم إن كل جهاز وله الأبليكيشنز بتاعته اللي أقدر أرسم من عليها الديجيتال. والأبليكيشنز كتير ومتنوعة وهنقول عليهم في الفيديو ده. بس أنا حابة أكلمكم عن الأجهزة الأول، عشان في ناس كتير بتسألني إيه الجهاز بتاعك. الجهاز بتاعي سامسونج. أيوة، عشان أنا مش معايا ايباد، ادعولي أجيب ايباد. والناس اللي هتستخدم التليفون في إنها ترسم ممكن تجيبوا حاجة واحدة بس تساعدكم، وهي القلم ده هو من جي روم. هو تحفة معايا بصراحة وأنا بحبه جدا، وشاف معايا كتير ورسم معايا رسومات كتيرة جدا. بس أنا بدور على قلم بلوتوث. فلو حد عارف نوع قلم بلوتوث كويس للأندرويد، عشان الجهاز بتاعي سامسونج، يقدر يقولي في الكومنتات. مميزات الرسم الديجيتال إن هو سهل وسريع وبيختصر عليك وقت ومجهود وفلوس أدوات. معنى كده ان رسامين الديجيتال ما بيتعبوش في الرسم بتاعهم؟ لا، بيتعبوا جدا، وهم اكتر فئة بيقابلوا نوع من الانتقادات، اللي هو احنا رسامين تراديشنال يبقى احنا بنتعب، انتوا ما بتتعبوش. لا، هم بيتعبوا زيهم زي التراديشنال بالظبط. الفكرة ان الرسم هو رسم مهما اختلفت الأداة، لو سواء بترسموا على ورقة أو سواء بترسموا على تابلت. طيب هو ينفع حد ما بيرسمش أصلا ولا بيعرف يرسم يتعلم رسم الديجيتال؟ اه، ينفع، بس لازم يتعلم يرسم. يعني عشان تتعلموا الرسم الديجيتال زي ما قلت لكم، هو رسم اصلا في الاول وفي الاخر. فانا لازم اتعلم الرسم، لازم اتعلم الاساسيات، تشريح، الاشكال الهندسيه، كل الحاجات دي انا لازم اتعلمها عشان اكون بعرف ارسم ديجيتال. سواء برسم ديجيتال او تراديشنال، كده كده انا لازم اتعلم ارسم. ايه هي الابليكيشنز اللي تساعدني اني ارسم ديجيتال؟ صراحة هو على حسب الجهاز اللي انتوا بتستخدموه. لو انتوا بتستخدموا كمبيوتر او لابتوب، الابليكيشنز اللي تقدروا تستخدموها هو فوتوشوب او الستريتور او كليب ستوديو بينت. وده ابليكيشن بصراحة موجود على اندرويد وعلى الايباد وعلى الكمبيوتر، وده الابليكيشن اللي انا بستخدمه، بس هنتكلم عنه بعدين. ولو انتوا بتستخدموا ايباد، فالابليكيشن الشهير بروكرييت هو الابليكيشن اللي انا انصحكم بيه جدا. هو بتشتروه بفلوس، بس بعد كده بيبقى قدامكم انتوا تفتحوه عادي. بالمناسبة انا عندي بدايل ليهم. ولو الجهاز بتاعكم اندرويد، تقدروا تستخدموا ابليكيشن ابس بينت. هو بصراحة الابليكيشن اللي انا بحبه جدا، ورسمت من عليه رسومات كتيرة جدا جدا جدا. الواجهة بتاعته سهلة مش معقدة. هو فيه تريكات وفي حاجات كده مستخبية فيه هبقولها لكم، لاني هعمل فيديو لكل ابليكيشن. بصراحة الابليكيشن ده ممتاز جدا للناس المبتدئة تحديدا، وهو مجاني بالكامل. في مشكلة فيه ان في اعلانات لازم تسمعوها عشان تفتحوا حاجات، بس اعتقد انها مش مشكلة عصيبة. يعني لما بشوف اعلان وبعد كده بقعد 4 ساعات ممكن مشوفش اعلان تاني. عشان ده تحفة، وانا انصحكم جدا ان انتوا تنزلوه لو عايزين تبدأوا. فلو بتدوروا على ابليكيشن بسيط تبدأوا من عليه، هو ابسين. الناس اللي بتدور على ابليكيشن فيا اكتر وشبيه لبروكرييت جدا، ابليكيشن هاي بانك. هو ابليكيشن تحفة. هو شبيه بروكرييت، نسخة منه حرفيا. انا بستخدمه في حاجات كتير، ورسمت برضه من عليه رسومات كتيرة جدا. بطلت استخدمه اخر فترة لاني اشتريت الابليكيشن اللي احسن منه. بس انتوا تقدروا تستخدموه كبديل للبروكرييت عادي، في نفس المميزات ونفس كل حاجة تقريبا. ابلكيشن سكتش بوك كمان تقدروا تستخدموه، وبصراحة هو ده الابلكيشن اللي يتفوق على الابلكيشنز كلها. هو كمان واجهته سهلة، في فرش كتيرة جدا تقدروا تستخدموها. فالابلكيشن متنوعة وكتيرة جدا. دي كانت مثال بسيط عن الابلكيشن اللي انا استخدمتهم شخصيا، وبقول لكم ان هم تحفة وجربوهم. زي ما قلت لكم انا بستخدم الابلكيشن بتاع كليب ستوديو بينت، وهو ابلكيشن مدفوع للاسف. هو مدفوع بس انا اشتريته، هو مش غالي قوي.
ممكن تشتروه لو انتوا حابين، لو انتوا مستواكم اتطور تقدروا تشتروه، مش عايزين خلاص. بس هو ده الابلكيشن اللي انا بستخدمه عشان واجهته بتساعدني جدا في اني ارسم كاركتر باحترافيه اكتر، واقدر اسلمها للكلاينت باللايرز بتاعتها كمان عشان لو حابب هو كمان يعدل فيها. بس سالتني كتير طيب يا خلود انا اتعلم ابلكيشن واحد ولا كذا ابلكيشن؟ نوعوا، ممكن ترتاحوا في ابلكيشن عن التاني، ممكن ابلكيشن يريحكم ابلكيشن لا، فانا انصحكم بانكم تنوعوا. انا غبت كتير عشان الاقي الابلكيشن اللي انا مرتاحه فيه ومرتاح ان انا استخدمه، وده مش شرط انه يكون الناس كلها بتستخدم ده فانا لازم استخدم ده، لا. هو الفكره انتوا هترتاحوا في ايه، إيه اللي هترتاحوا فيه وهترتاحوا انكم تطلعوا من عليه شغل كويس، خلاص استخدموا. فهو واحده واحده وهتبقوا رسامين ديجيتال محترفين. ممكن تاخدوا وقت في الاول شويه على ما تتعودوا على مسكه القلم والتابلت، اللي انا بالمناسبه لحد الان عندي مشكله معاهم، بس انا هقول لكم ايه التريكس بتاعتي في حل الموضوع ده. بس الموضوع واحده واحده بيجي بالتدريب، فهو الموضوع في الاول تدريب وممارسه زي اي حاجه في الدنيا. انا عشان اتعلم اي حاجه لازم تدريب وممارسه عليها، فالرسم كذلك سواء رسم ديجيتال او تراديشنال انا لازم اتعلم بالراحه واتدرب وايدي تاخد على الموضوع. فما تبدأوش في الموضوع وتيأسوا. لو انتوا من الناس اللي بتيأس احب اقولكم انكم مش هتكملوا ولا هتتطوروا، انتوا لازم تمشوا في الموضوع خطوة خطوة. الموضوع محتاج صبر، في ناس بتتعلم بسرعة عشان مرنت ايدها بسرعة وعايزة ده، عايزة تتعلم وتتطور، وفي ناس بتتمرن بطيء عشان هي كل فين وفين بتتمرن، عشان تمرين الايد في الرسم مهم جدا. اتعلم لوحدي ولا بكورسات؟ لو انتوا من الناس اللي بتكسل فانصحكم تروحوا كورسات، عشان الكورسات هيبقى في حد راقب عليكم، في حد لازمكم بتاسك لازم تخلصوه، في بروجكتات هتنفذوها هتقدروا تحطوها في البورتفوليو على البيهانس بتاعكم عشان خاطر هتفيدكم في الشغل بعدين جدا وتكون بروجكت قوية. لو انتوا من الناس اللي عندها استمرارية ان هي خلاص انت هي هتنجز الحاجة وهتتعلم الحاجة دي، تقدروا تتعلموه في البيت عادي، وبرضه البروجكت تنفذوها في البيت، تعملوا بروجكت كبيرة تحطوها في البورتفوليو بتاعكم، وازاي تنظموه يبقى كويس عشان تجيبوا اول كلاينت. طيب ايه الحاجات اللي ممكن اشتغل فيها في الرسم الديجيتال؟ حد زي كاركتر ديزاين بيصمم الشخصيات او هيحركها، بالمناسبة انا كاركتر ديزاين وانيميتور، او سواء حد هيشتغل في قصص الاطفال، الستيكرز، البوسترات، تصاميم للطباعة على التيشيرتات أو أيا يكن، أغلفة الكتب، الكوميك بوك، وأفلام الأنيميشن زي ما قلتلكوا. بس لازم تكونوا بتعرفوا تحركوا. كده يعتبر خلصت الجزء بتاعي من إن أنا أحكيلكوا عن الرسم الديجيتال. الجزء بتاع الأسئلة اللي انتوا طلبتوها مني، ينفع حد ما بيرسمش أصلا يتعلم الرسم الديجيتال ولا لازم يبدأ يتعلم يرسم بالقلم الرصاص الأول؟ انا جاوبت في اول الفيديو على السؤال ده، واللي هو انتوا لازم تتعلموا ترسموا يا جماعه، ده رسم ده رسم وده رسم، فلازم تكونوا بتعرفوا ترسموا، لان هو القلم اللي هتمسكوه على الورقه هو القلم اللي هتمسكوه على التابلت او ايا يكن عشان تتعلموا. لازم تتعلموا وترسموا. مهتمة جدا وهسأل سؤال قد يكون غريب، هل ممكن حد يشتغل في المجال ده؟ يعني مش بس هواية ولا صح؟ السؤال اللي الناس كلها بتسأله، هل ممكن أكسب فلوس من الرسم الديجيتال؟ بصوا حواليكوا هتلاقوا كل حاجة أصلا حوالينا فيها رسم ديجيتال. الديجيتال سهل جدا انكم تشتغلوا فيه، بس بيتطلب بورتفوليو قوي عشان تجيبوا اول كلاينت. ببقى عايزة اعرف ايه اللي بيطلع الحاجة شكلها كول وتبقى زي الانيميشن والديجيتال بجد، مش كأن طفل هو اللي بيرسم، وايه الفرش اللي بتدي الطابع ده بالظبط. هو الفكرة مش في الفرش ولا الفكرة في الابليكيشن، الفكرة فيكي انتي. كل ما تمرني ايديكي احسن كل ما هتبقي احسن في في الموضوع ده. غير كده التحديد مهم جدا، والتحديد بأشكاله وأنواعه، في ناس بتحدد ببني، في ناس بتحدد بأسود، في ناس بتحدد باللون نفسه أو درجة أغمق من اللون. طبعا في فرش بتساعد، أقول لكم على الفرش اللي بتساعد دي وأنا بشرح الأبليكيشنز. السؤال ده طويل جدا بس أنا حابة بجد إن أنا أجاوب عليه. بصي أنا برسم بس لازم يكون في رسمة وريفرنس الأول، يكون بالرصاص مثلا وأحطها وأرسم أنا ديجيتال، وأغير في الرسمة كتير وأخليها بأسلوبي. معلومة أنا مش بعرف أرسم بالرصاص أصلا، بجيب من بنترست وأغير. ممكن تفيديني أظبط النسب ازاي واخلي الرسمة واقعية أكتر ازاي وأطور في رسمي ألاقي ستايل؟ أنا من الناس اللي بترسم من خيالها جدا وبحب الموضوع ده عشان أنا بحب وبحب أرسم من خيالي وبحب أتخيل حاجات وأساعدكم في الموضوع ده. بس إني أجيب ريفرنس وأختار منه دي مش غلط، مش غلط إن أجيب ريفرنس وأرسم أنا من الريفرنس ده بطريقتي او باسلوبي. الفكره في اسلوبي انا، ازاي اعمل لنفسي اسلوب خاص زي اسلوبي كده اللي انتوا عارفينه، ان الناس لما تشوف الرسمه دي تقول لا دي بتاعت فلان. يعني مقلدش حد، انا برسم مش بقلد. زي ما انتوا عارفين هو الرسم هو تعبير عن حاجه معينه او رسمه حاجه معينه جت في دماغي فانا دلوقتي عايزه ارسمها، او جبت ريفرنس ومتخيله الشكل ده باسلوبي انا شايفه الحاجه دي ازاي. فالفكره مش غلط خالص ان اجيب ريفرنس وارسم منه، الفكره كلها في اسلوبي وطريقتي انا، ازاي هخلي الحاجة دي احلى واحلى باسلوبي وطريقة رسمي. فمش غلط اني ارسم ريفرنس،
الناس اللي بترسم من الreference باحبهم جدًا، باحب أتفرّج على الرسومات بتاعتهم وإزاي حوّلوا الرسمة من حاجة لحاجة تانية، وأنا من الناس اللي بتاخد reference وساعات بتحوّله بطريقتها وبأسلوبها التغذية البصرية برضه هارجع أقول اعملوا تغذية بصرية، شوفوا إيه الغلط، شوفوا إيه اللي بيخلّي رسوماتكم مش احترافية وعدّلوا، مش معنى كده إن رسوماتكم مش وِحشة، لأ، الموضوع بياخد وقت زي ما قُلت لكم ولازم تتدرّبوا. أنا من الناس اللي دايمًا بتعمل تغذية بصرية، باشوف حاجات وأجرّبها، دايمًا باشوف رسومات لناس تانية، إزاي أطوّر من نَفْسي، إزاي أعدّل الرسمة دي، أجيب رسومات قديمة وأعدّل عليها وأرسمها تاني. التغذية البصرية هي أكتر حاجة ممكن تطوّر من رسمكم، مش تغذية بصرية لوحدها لأ، اتدرّب، أشوف حاجات بتترسم صح إزاي واتدرّب عليها. بس كده خلصت الفقرة بتاعة الأسئلة، لو أنتم كمان عندكم سؤال تقدروا تكتبوه لي في الcomment وأنا إن شاء الله هاجاوب عليه الفيديوز الجاية. اتعلموا وطوّروا من شغلكم وما تقارنوش أبدًا، ما تقارنوش شغلكم لإن الناس اللي أنتم بتقارنوا معاها دول ناس تعبت، ناس ما شُفتوش بدايتها كانت عاملة إزاي، يمكن عندهم رسومات أوحش من بدايتكم، فعشان كده بلاش جو المقارنة، بلاش تقارنوا، ابدأوا وخلاص، مش شرط إن أنتم تستنوا حاجة، استنوا إن أنتم تتطوّروا. وبس كده، باي باي، سايونارا.